السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على رسول الله ونور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا كذلك أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا العدد أعزائي المشاهدين راح نتحدث أو نتطرق للحديث عن نجمنا الجزائري رياض محرز وكيف دافع على زميله النرويجي إيريك هالاند يعني بعد الانتقادات الموجهة له مؤخرا. راح نتطرق إليها بالتفصيل، إضافة للحديث كذلك عن تلقي الناخب الوطني جمال بلماضي أخبارا سارة قبل تربص مارس في المباراة المزدوجة أمام منتخب النيجر. وراح نتطرق إلى هذه الأخبار حول رجوع لاعبين مهمين خصوصا في دفاعات الخضر، إضافة الحديث عن يوسف البليلي المهدد يعني بالغياب في هذا التربص حسب آخر الأخبار الواردة. كل هذا أعزائي المشاهدين راح نتطرق إليه بالتفصيل في هذا العدد. أولا عن تعرض النجم النرويجي كما قلنا إيريك هالاند بعد الانتقادات بسبب طريقة لعبه في المباريات الأخيرة، خصوصا المباريات المهمة، المباراة الأخيرتين كما قلنا في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كما قلنا نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يسجل هدف وخرج يعني الفريق متعادل 1-1. وشفنا أن الأرسنال يعني أصبح في المركز الأول يعني نقطتين وناقص مباراة. وكان يعني اللاعب إريك هالاند يعني تحت أنظار الانتقادات، إضافة إلى البارحة كذلك أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لم يسجل ولم يلمس كرات كثيرا. لذلك تحدث دول الجزائر رياض محرز عقب التعادل كما قلنا أمام لايبزيغ خلال دور 16 من كما قلنا ذهابا من دوري أبطال أوروبا، حيث قال إن المدرب يعني يعني هنا بالمدرب بيب جوارديولا قال يريد من هالاند دائما في قلب الهجوم، فهو لاعب قوي ويتطور بسرعة. وأضاف النجم الجزائري في تصريحات نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية بقوله هالاند يتطور بسرعة وليس من مهامه تبادل الكرات معنا، لا يطلب منه لمس الكرة 70 مرة في المباراة الواحدة، يعني هو متواجد فقط في الهجوم وينتظر الكرات. كما كشف رياض محرز جزءا من كواليس يعني جلسة جوارديولا مع اللاعبين بعد التعادل مع لايبزيغ مساء أمس الأربعاء. وأوضح محرز بقوله حسب يعني كما قلنا صحيفة ليكيب هي التي نشرت ماذا قاله رياض محرز، قال كنا متوترا نسبيا في الدقائق الأخيرة طلبنا المدرب يعني بيب جوارديولا أن نكون أكثر هدوءا على مدار 90 دقيقة، لأن مباريات دوري أبطال تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات. وأقر النجم السيتي بقوله لدينا حالة من الإحباط لأننا سيطرنا على المباراة خصوصا الشوط الأول ولم ننجح في الشوط الثاني، ربما كانوا أفضل منا يعني على فريق لايبزيغ. وكما قلنا سجل النجم الجزائري هدف المباراة الوحيد للسيتي وحصل على رجل المباراة ورفع رصيده إلى 20 هدف في دوري أبطال أوروبا، 16 منها مع فريق مانشستر سيتي وأربعة عندما كان يلعب في فريقه القديم ليستر سيتي. كما التحق بكوكب من النجوم العالمية 20 هدف في رابطة الأبطال، واحتفل موقع شامبيونز ليج يعني البارحة به، حيث وضع رياض محرز رفقة كل من جابرييل خيسوس، جاريث بيل، سيس فابريغاس وفرناندو توريس، يعني سجلوا 20 هدف. كما احتل المركز الخامس إفريقيا بعد صلاح ودروغبا وساديو ماني وإيتو، يأتي محرز يعني الخامس حسب أرقام شبكة أوبتا الإحصائيات. أصبح كما قلنا رياض محرز خامس لاعب إفريقي يسجل 20 هدف في دوري الأبطال، ويمتلك كل من صلاح ودروغبا 44 هدف وسامويل إيتو 30 هدف وساديو ماني 27 هدف. يأتي محرز خامسا ب 20 هدف. كما تواجد كذلك النجم الدولي الجزائري في التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في دوري الأبطال، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه خلال مباراته مع فريقه ضد لايبزيغ الألماني. يعني رياض محرز 20 هدف مسجل، يعني 20 هدف، وهذا الأرقام يعني حتى كما قلنا موقع شامبيونز ليج احتفل به ووضعوا مع اللاعبين يعني في الكرة العالمية لتسجيل 20 هدف وأكثر. أما فيما يخص الموضوع الثاني حول الناخب الوطني جمال بلماضي، كيف تلقى أخبارا سارة باسترجاع عدد من ركائز كما قلنا الفريق، منهم ممن كانوا يعانون من نقص الثقة ومن مشاكل صحية، وهذا قبل
يعني شهر المواجهة المرتقبة المزدوجة أمام منتخب النيجر في إطار الجولتين المقبلة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار يعني ساحل الحاج ب 2000 ويعني عام 2024. ويقترب الناخب الوطني من الكشف عن قائمة اللاعبين لشهر مارس المقبل، وستعرف العديد من المفاجآت والأسماء الجديدة. وحسب آخر التقارير الواردة من السعودية تحمل مؤشرات إيجابية للمدافع الجزائري عبد القادر بدران عن استعادة كما قلنا واستعداده للعودة إلى صفوف الخضر في الدفاع بداية من تربص مارس القادم، لا سيما بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع الثامن عشر من البطولة السعودية. وحتى تألق كذلك محمد أمين طوغاي المتواصل مع الترجي التونسي في مباريات البطولة التونسية وكذلك رابطة أبطال إفريقيا. أفرح هذا كثيرا الناخب الوطني علما بأن يعني النظر إلى الصداع الذي كان يشكله وسط دفاع المنتخب. ومن إيجابيات كذلك هذا الأسبوع تأكيد رامي سبعيني عودته إلى المستوى السابق بعد فترة الفراغ التي كان يمر بها عقب المستويات التي قدمها فريقه بروسيا مونشنغلادباخ، خصوصا الإطاحة بالعملاق البافاري كما قلنا بايرن ميونخ في آخر الأسبوع. على أكثر ما يقلق الناخب الوطني هو المدافع عيسى ماندي، أصبح احتياطيا مع ناديه فيلاريال ولم يعد مدربه يعتمد عليه. كما شفنا عودة يوسف عطالي للتدريبات الجماعية مع نادي نيس الفرنسي بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها. وحسب صحيفة الإكيب الفرنسية حيث عاد عطال لتدريبات نيس قبل الموعد المحدد له باعتبار أن التحاقه برفقة زملائه كان منتظرا نهاية الأسبوع الجاري. وأكد نفس المصدر نقلا عن موقع نيس ماتا أن عطال فاجأ الجميع بما فيه المدرب الفريق بعودته السريعة إلى التدريبات والتحضيرات الجماعية. يعني تقريبا دفاعات المنتخب الوطني واجدة وإن شاء الله تكون حاضرة كما قلنا في تربص مارس لإجراء المباراة المزدوجة ضد منتخب النيجر. أما عن خبر يوسف البليلي المهدد بربما بتضييع تربص الخضر بعد الأخبار الواردة، وليس من عندي أنا أنقل الأخبار ونعطيه رأينا في الأخير خلال شهر مارس كما قلنا، حيث تراجع مستوى البليلي مؤخرا رفقة ناديه أجاكسيو بسبب الإصابات التي عانى منها اللاعب مؤخرا، في وقت تألق لاعبين آخرين مثل بلال إبراهيمي يعني بسجل أهداف رائعة، وفارس الشعيبي إن شاء الله يكون الملتحق الجديد في مارس يعني شهر مارس تربص مارس، إضافة إلى سعيد بن رحمة رفقة أنديتهم يعني متألقين مع أنديتهم عكس هبوط مستوى نوعا ما ليوسف البليلي. واحتاج بليلي العودة بقوة خلال الأسبوعين المقبلين من أجل ضمان مكانته في قائمة الخضر. ويعتبر بليلي واحد من أهم ركائز المنتخب الوطني، خصوصا بتعيين الناخب الوطني على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني وتقديم مستويات رائعة. إن شاء الله العودة نتاعو لما لا ويكون هناك خيارات للناخب الوطني في تلك الجهة، إضافة ربما إلى جهات رياض محرز من يكون لاعبين آخرين معه. وهذا ما نتمناه أن يكون لاعبين حاضرين بقوة في كما قلنا في صفوف المنتخب الوطني، خصوصا يعني المباراة المزدوجة ضد النيجر سوف يكون يعني تقريبا منذ الآن منذ شهر، وان شاء الله يكون كما قلنا للجوار جرون كومبلي، وان شاء الله يكونوا حاضرين بعقليه وذهنيه كبيره مع الناخب الوطني لما يقدمون المباراتين ضد المنتخب النيجر بقوه ويدخلون بقوه، وان شاء الله عوده المنتخب القويه هذا ما نتمناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.